فكرت الوصيفة جانج جيدا واختارت أن تخفي الأمر حتى لا تظلم جمجمة، وذهبت إلى السكرتيرة وأخبرتها بهذا. فقالت لها السكرتيرة: إذن أخفي الأمر ولا تقولي أي شيء عما حدث واطردي جمجمة من القصر. فقالت لها الوصيفة جانج: إذن يجب علي طرد جم يونج أيضا. فقالت لها السكرتيرة: حسنا، لا تطردي أحد وافعلي ما تشائين معهم. كانت السكرتيرة تحاول حماية جم يونج لأن تشوي وأخيها كانوا يعطوا لها الأموال والأراضي لكي تنفذ مكايدهم في القصر. ذهبت الوصيفة جانج إلى هان وتشوي وقالت لهما: سوف نقوم بإخفاء الأمر عن الجميع. اخرجوا جمجمة وجم يونج من المخزن واطعموهم جيدا. وارتاحت تشوي للأمر وخرجت، وقامت هان بتحية الوصيفة جانج وقالت لها: شكرا معلمتي. ذهبت هان بسرعة إلى جمجمة وحملتها على ظهرها وقالت في نفسها: حبيبتي، أعلم أن لديك هدف تريدين الوصول إليه، لكنك لا تعرفي كم المكائد التي تحدث هنا في القصر. سوف أحاول حمايتك حتى تصلين إلى هدفك. وجاءت يون سانج مسرعة عندما عرفت بخروج جمجمة من المخزن. كانت جمجمة نائمة من شدة التعب. فقالت يون سانج: استيقظي جمجمة، لماذا أنت نائمة؟ فقالت لها هان أن الممرضة فحصتها وقالت إنها سوف تشفى بعد فترة.
وطلبت من يون سانج عندما تستيقظ جمجمة تعطي لها الماء ثم ماء الأرز ثم عصيدة الأرز، فقالت حاضر معلمتي. وفي نفس الوقت كانت جميونج مريضة أيضا، وقالت لها تشوي لقد فشلت في أول اختبار لك للحفاظ على عائلتنا، وأنا لن أجعلك تفشلين مرة أخرى. وكانت جميونج تبكي. بعد فترة استطاعت جمجمة النهوض، وجلست وهي تفكر بما حدث لها، وكانت جميونج أيضا تفكر، وكذلك هان وتشوي ووصيفة جانج. كان الجميع يفكر فيما حدث. شفيت جمجمة ودخلت عليها الوصيفة هان، وقالت لها لقد تنازلت الوصيفة جانج عن مبادئها من أجلك، وقد أثر هذا على صحتها. فدخلت عليهم الوصيفة جانج، فقالت لها جمجمة أنا آسفة معلمتي. فردت عليها وقالت أنتم الصغيرات من سوف يعتني بالمطبخ الملكي بعد ذهابي، ويجب عليكن أن تحافظوا عليه جيدا من أيدي الأشرار. وذهبت أيضا إلى تشوي وقالت لها لقد انتهى الأمر ولا نريد أن يعرف أحد بما حدث. فقالت تشوي حسنا معلمتي، سوف تندم الوصيفة جانج على فعلتها هذا، لأن كان لديها فرصة للتخلص من تشوي وعائلتها، لكن جمجمة هي من سوف تكون الضحية. وانتهت مشكلة التعويذة والمذكرات، وبدأت مشكلة العم دوك والقبض عليه بتهمة تسميم ولي العهد.
انتظروني الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أحبكم في الله.